بعدما اجتاحت الأسواق الأوروبية وأحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل وأشعلت شرارة الطلب خاصة في السوق الفرنسية، طرأ تطور مفاجئ على شوكولاتة المرجان الجزائرية. فما القصة؟ المنتج الجزائري للشوكولاتة القابلة للفرد المرجان الذي راج في الأسواق الأوروبية ولقى طلباً كبيراً عليه انتقل من الإشادة بنوعيته في أوروبا إلى صراع اقتصادي أدى إلى تجميد استيراده من قبل فرنسا استناداً إلى مادة وردت في المعاهدات التجارية. أما السبب فيعود إلى المادة 20 من الفقرة الثالثة من اللائحة للاتحاد الأوروبي التي تنص على منع الحليب ومشتقاته من الدخول إلى دول الاتحاد إلا بعد اتفاق حتى يتم إدراج البلد في القائمة المسموحة. وعلى ضوئها قررت فرنسا منع شحنة من شوكولاتة المرجان من دخول السوق الأوروبية وحجزت حاويات مملوءة بالمنتج في ميناء مرسيليا. قرار الاتحاد الأوروبي بمنع دخول المنتج الجزائري أثار استياء واستنكارا كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل ولدى المستهلكين الجزائريين الذين عبروا عن استغرابهم من توقيت هذا القرار.